أولا أن الوضع السياسي قد أفاء على الوضع الديني وطغى عليه كما قلت، فابتعد الكثيرون عن الحوزة والدين والأمور الشرعية والعقائدية والأخلاقية، ومنها صلاة الجمعة. قول لا، وأنا قلبي محروق حبيبي، أجي أشوف المساجد فارغة يوم الجمعة. ليش حبيبي؟ هاي مو خيانة محمد الصدر؟ شلون تصيحون انتم احنا صدريين؟ تبا لي ولكم. عاهدوا الله، عاهدوا رسول الله، عاهدوا أهل البيت سلام الله عليهم أن لا تتركوا صلاة الجمعة، فهي خيانة. خيانة لمن؟ قال استمروا على صلاة الجمعة، استمروا على صلاة الجمعة والمساجد فارغة فتحوا لكم. هذه خيانة، لا تكونوا نحن صدريين. الشكوى لله سبحانه وتعالى، بس الجمعة المفروض ما تنترك، ما تثق بالخطيب صلي واقضي، هذه فتوى مرجعة غصبا عليك تطبقها. ما يعجبك مقتدى روح تقضي الظهر والعصر، بس احضر جمعة فيها إحياء لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يمكن بس ارجع اشوف واقع الامصار. نعم للجمعة، بس الله موجود حبيبي. هاي واحدة منهم، اقول له لا بالخطبة لا تحكي ويا خطبتين تحكي، يقول نعم للجمعة. يقول له مرجعة كون الهتافات مسؤولة من ذاك اليوم وانت تدخل بكيفك حبيبي. شكرا لمن يحضر صلاة الجمعة وحياه الله وبياه، واللعنة على من لا يحضر الجمعة. زين؟ بعد ما يحضر صار 5 دقائق. ثانيا ان صفقة